أخبار هامة داخل النادي الأهلي. نبدأ الأخبار عن مصطفى شوبير. كل ما يتردد عن اهتمام أندية أسبانية زي فالنسيا أو غيره بالتعاقد مع مصطفى شوبير هو مجرد كلام ميديا واجتهادات صحفية يا أهلاوية، ولم تصل عروض رسمية للنادي فمش بنتعامل معاها كحقيقة. وده حصل قبل كده لما جه عرض عن طريق وكلاء وتم رفضه من الإدارة. وأنا شايف إن الاحتراف الخارجي لازم يكون بهدف المشاركة مش مجرد الاسم، لأن اللاعب الأساسي في أندية كبيرة زي النادي الأهلي أو نادي الزمالك أفضل من الاحتراف والجلوس على دكة البدلاء. وفي النهاية القرار حر لكل لاعب، ولكن الأهم هو اللعب مش مجرد السفر. أبو تريكة يتحدث عن مهاجم النادي الأهلي حيث قال: الأولوية حاليا داخل النادي الأهلي هي ترتيب البيت الداخلي إداريا وفنيا في ظل وجود تغييرات في صلاحيات وتحركات لتحسين الأجواء، ولكن تظل أزمة المهاجمين مستمرة رغم نجاحات سابقة مع لاعبين مثل فيلافيو ووليد أزارو ومالك إيفونا ووسام أبو علي، حيث تم الحكم على كثير من المهاجمين بسرعة أو يرحلون بسبب ضغط الجماهير أو خلافات فنية. ويعد وليد أزارو مثال واضح بعدما تألق بأرقام قوية ثم تعرض لهجوم جماهيري أدى لرحيله، كما أن رحيل وسام أبو علي لأسباب أسرية ومادية أعاد الأزمة من جديد. ومر محمد شريف بنفس السيناريو من تألق إلى تراجع تحت الضغط، وهو ما يؤكد أن ضغط الجماهير والتعجل في الحكم من أبرز أسباب فقدان مهاجمين مميزين في وقت لا تواجه فيه أندية أخرى مثل نادي الزمالك نفس الأزمة بنفس الحدة بسبب اختلاف طبيعة الضغط الجماهيري. وأضاف أيضا أبو تريكة: يوم الاثنين الماضي تم الانتهاء من كافة التفاصيل وتم انتقال اليو ديانج إلى نادي فالنسيا. عقده في أول سنة 1,500,000 يورو، وتزيد 10% في السنة الثانية والسنة الثالثة بيجرى تفعيلها بموافقة الطرفين. وزي ما قلت لحضرتك إن الرقم ده أقل من اللي كان هياخده في الأهلي وأقل بكتير من الخليج، ولكن اللاعب كان حاطط وجهته الأساسية هو الاحتراف واللعب في الدوريات الخمسة الكبرى. وأضاف أيضا أبو تريكة: امبارح ظهر الكابتن محمود الخطيب في النادي الأهلي واجتمع مع شركة الخدمات واعتمد القوائم المالية، وعايز النادي بيمتلك الحصة الأكبر في إحدى شركات السياحة وشركة الخدمات الرياضية. طبعا شيء جميل، الاستثمار شيء رائع، ووجود الشركات دي أعتقد بيبقى شيء جميل. ولكن الأهلي الحقيقة معلش محدش يزعل مني، يعني محتاج إنه شوية بقى يرشد في المصاريف وشوية تبقى النقاط موجودة فوق الحروف الفترة القادمة، لأنه كانت في مصاريف كتيرة جدا جدا، وبالتالي إعادة الهيكلة وإعادة الترتيب أعتقد ده أمر كويس وده أمر مطلوب بدرجة كبيرة جدا خصوصا خلال الفترة القادمة. وإن شاء الله الأندية كلها تقدر تكفي مواردها وتقدر تعمل خطط جيدة للمراحل المقبلة بإذن الله.